فاكر أول مرة بدأت تحس إنك أنت غريب على نفسك وبقيت بتشك في نفسك وتراجع كلامك قبل ما تبعته وتشك إذا كان كلامك ده هيزعله، هيخليه يمشي، طب كلامك كده هيخليه يختفي. كل مرة كنت أنت بتزعل فيها بسببه هو اللي كان بيزعل أكتر، وكل مرة كنت أنت بتتضايق منه وبسببه هو اللي كان بيعيش دور الضحية. بس الغريب إنك طول الوقت كنت بتحاول تحافظ، بتحاول تصلح، بتحاول تراضي، وهو ما كانش بيعمل حاجة غير إنه بس بيلومك. طيب عارف اللحظة اللي أنت فوقت فيها؟ مش لما هو عمل حاجة صريحة ولا لما هو اختفى، لأ، اللحظة اللي أنت قعدت مع نفسك فيها وسألت نفسك سؤال بسيط: هو أنا ليه حاسس إن أنا قليل وأنا بحبه؟ فخلي بالك لو الشخص اللي أنت بتحبه بيخليك تشك في نفسك، بيستنزفك، بيستغلك، وعمرك ما كنت بتحس معاه بالأمان، فده مش حب، دي علاقة نرجسية لبست لبس الحب. أنت مش مجنون ومش حساس بالزيادة، أنت كنت في علاقة بتاخد منك لكن ما بتديلكش. وعيك اللي حصل دلوقتي هو أول نقطة نور حقيقية بركز فيها وما ترجعش مرة تانية لعلاقة سامة.